السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ صلوا على النبي قبل ما نبدأ. شباب اليوم حاب أتكلم عن تصنيف الفيفا الجديد للأندية. طبعا الكل ما أعرف إذا الكل شاف التصنيف الحالي ولا لا، لكن شوفوا معي. مان سيتي الأول، بنقول ما عليه. أرسنال الثاني، يستاهلون، الفريق مبدع والأول في الدوري الإنجليزي. اليوفي الثالث، ليش؟ اليوفي الثالث ليش يا شباب؟ شيء غريب يعني. أزين طوفنا اليوفي. بنفيكا الرابع على أي أساس؟ شو سوى بنفيكا؟ والله شيء يعني غريب جدا بصراحة. نابولي مفروض الرابع، أنا من رأيي أنا يمكن والله ما أعرف حتى كيف أحطها. نابولي يا سلام الرابع، وبرشلونة أصلا مفروض مكان اليوفي. لا سوري، نابولي مكان اليوفي، برشلونة مكان بنفيكا، يعني الرابع. سبحان الله، ما أدري كيف برشلونة السادس. أنا مدريدي طبعا، بس ما أدري كيف برشلونة السادس. وأتلتيكو مدريد على أي أساس أصلا في القائمة؟ على أي أساس يا شباب؟ والبايرن، البايرن اللي هو البايرن الثامن، البايرن الثامن فايز على باريس والأول في الدوري. سبحان الله. ليفركوزن التاسع، وعندكم أستون فيلا العاشر، وريال مدريد حدث ولا حرج. ما نبغى على الأقل، على الأقل العاشر عادي، ما في مشكلة على الأقل. يعني متأهلين دور الثمانية، فايزين على ليفربول، وفايز متأهلين وش اسمه يبين كأس العالم، والحين بني إن شاء الله كأس شو اسمه كأس الملك. مفروض على الأقل العاشر جامنا يا أخي، مو مش في القائمة أصلا. سبحان الله. بس أنا والله متعجب من برشلونة، وأكثر شيء متعجب منه من برشلونة واليوفي. يعني اليوفي على شو الثالث؟ برشلونة على الأقل الأول في الدوري، الأول من فترة طويلة. ما أعرف. وأتلتيكو مدريد على شو؟ ما أعرف، السابع، والبايرن الثامن. يوم أقول لكم هذا التصنيف يجي من جيبه ما حد صدقني. انتوا اكتبوا شو رأيكم، واكتبوا كيف ترتيب التصنيف انتوا بالنسبة لكم. عرفتوا كيف؟ لايك شير سبسكرايب يا شباب، لا تنسونا.